السلام عليكم ورحمة الله. معاكم توتو من مطبخ حلو وحادق. النهاردة هنعمل رز الصيادية بطريقة تحفة تحفة تحفة، بجد هيعجبك جدا وهيطلع مفلفل وزي القمر كده. لو اول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لنا احلى لايك. ولو محتاجين اي حاجة اطلبوها تحت في الكومنتات واحنا تحت امركم. يلا بينا نبتدي عشان ما اتاخرش عليكي يا ست. دلوقتي عشان نعمل الرز بتاعنا اللي زي القمر، معايا كيلو رز على حسب الكمية اللي عندك، ومعايا بشرة طماطمايه، ومعايا 4 بصلات مقطعاهم صغيرين 2 و2، ومعايا ودلوقتي البصل بص انا قطعته صغنن بالشكل ده، ومعايا رشة كمون ورشة ملح ورشة قرفة ورشة بصل بودرة او توم بودرة على حسب اللي عندك. دلوقتي بقى معانا حلة على نار عالية فيها زيت، نستناها بس تسخن شوية. هننزل بالبصل بتاعنا، ننزل بقى بيه دلوقتي بعد ما سخنت شوية، الزيت بتاعنا سخن شوية. نقلب كويس قوي، هننزل بصلتين التانيين، 4 بصلات زي ما قلتلك. لو عايزة تقللي الكمية تزودي الكمية على حسب كمية الرز بتاعك، وعلى حسب ما انت عايزاه مكرمل جامد قوي ولا مكرمل عادي. نقلبه كويس كويس قوي، نستناه لما يتكرمل شوية كده، وهنا هنشوفه هو لسه فاضله شويه، بس احنا قربنا نوصل للون اللي احنا عايزينه. هنقلب نقلب، افضلي قلبي فيه عشان ما يتحرقش. هو لسه ما وصلش، هنسيبه بقى لحد ما يوصل للدرجه اللي انا محتاجاها. هو دلوقتي وصل للون اللي انا محتاجاه، بجد لونه بقى تحفه تحفه تحفه. نقلب بقى فيه كويس قوي. دلوقتي هنجهز بشرة الطماطم بتاعتي، طماطمية واحدة. لو ما عندكيش بشرة طماطم ممكن كيس صلصة. ومعانا بقى معلقة السكر الجبارة، نحطها على بشرة الطماطم وننزل ونقلب كويس كويس قوي. بس خلي بالك من ايدك عشان متتلسعش لا قدر الله. احنا ليه يا توتا بنحط سكر عشان يطلع اجمل من بتاع المطاعم. دلوقتي هننزل برشة كمون بسيطة قوي، ده السر بتاع اي مطعم في الدنيا، بجد تحفة تحفة تحفة. بيخلي طعم الرز كده من كتر ما هو جميل يهبل، بجد بيخليه تحفة تحفة. جربيه وان شاء الله هتدعيلي جدا، وبجد هتشكريني وهتعجبك ان شاء الله قوي. احنا دلوقتي مجهزين مية، نقلب فيه بس الاول شوية. احنا مستنيين الطماطم يعني تدي لون، تاخد لون كده مكرمل جميل كده مع البصلايه. احنا مجهزين مية عادية خالص من الحنفية، يعني مية عادية من حنفية اي حاجة، مش لازم تكون مغلية. احنا منزلين المية على حسب الرز بتاعك. انتي مثلا عندك 6 كوبايات رز، حطي 6 كوبايات مية. عندك 3 كوبايات رز، حطي 3 كوبايات مية. لو احتاج برضو مية، احتاج اي حاجة حطي. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا كلها. كانت التوابل بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ملح ورشة قرفة، رشة بصل بودرة، رشة توم بودرة، رشة كمون. انت عايزة تستغني عن القرفة او تستغني عن اي حاجة من دول استغني، بس اهم حاجة. ودلوقتي هننزل الرز بتاعنا بعد ما غسلناه كويس قوي اهو. احنا استنينا لما المية غليت بالبصل ببشرة طماطم بالتوابل بتاعتنا، وظبطنا الملح كويس قوي، اظبطيه على حسب رغبتك. ونزلنا بالرز بتاعنا كله. دلوقتي بعد ما نزلنا بالرز بتاعنا والتوابل وكل حاجة هنقلبه كويس قوي قوي قوي، وبعد كده هنستناه لحد ما يتشرب، وبعد كده هنوطي عليه. واول ما تشرب بالشكل ده
هنوطي عليه بقى النار وهنغطيه ونستناه لحد ما يستوي. دلوقتي بقى جميل بالشكل ده واستوى خلاص. وصلنا لنهاية الفيديو مع القمر ده، بجد قمر قمر قمر، مخدش معايا 10 دقايق على النار وطلع مفلفل وتحفة وجميل بالشكل ده. لو محتاجين اي حاجة اطلبوها في التعليقات، واعملوا لنا لايك لو ما عملتوش، اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. ان شاء الله هنعمل وصفات جميلة جدا 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 مع بعض.